ريال مدريد لا يخطط لتجديد عقود ديفيد ألابا وأنطونيو روديغير. ريال مدريد يحسم مستقبل إبراهيم دياز. أول تعليق من تياغو بيتراتش بعد تجديد عقده مع ريال مدريد. ريال مدريد يخطف صفقة القرن ويقرر التعاقد مع لاعب الأحلام. وإذا كنت من محبي ومتابعين نادي ريال مدريد، لا تنسى الاشتراك في القناة وعمل لايك ومتابعة لصفحتنا. وهيا نبدأ الفيديو بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ريال مدريد لا يخطط لتجديد عقود ديفيد ألابا وأنطونيو روديغير. كشفت صحيفة الإسبانية في تقرير مثير للاهتمام أن إدارة ريال مدريد قد اتخذت قراراً حاسماً بشأن مستقبل الثنائي الدفاعي ديفيد ألابا وأنطونيو روديغير، حيث لا يخطط النادي لتجديد عقديهما اللذين ينتهيان مع ختام الموسم الحالي. إدارة فلورنتينو بيريز تسير بخطى واضحة نحو تنفيذ مشروع رياضي طويل الأمد يركز على ضخ دماء جديدة في جميع المراكز، وعلى رأسها خط الدفاع. القرار بعدم التجديد للثنائي المخضرم لا يعني التقليل من قيمتهما، بل يأتي في إطار استراتيجية مدروسة تهدف إلى بناء فريق أكثر شبابا وقوة، قادر على المنافسة لسنوات قادمة. منذ وصولهما إلى سانتياغو برنابيو، لعب كل من ألابا وروديغير دورا محوريا في النجاحات التي حققها الفريق. ألابا القادم من بايرن ميونخ أضاف خبرة ومرونة كبيرة للمنظومة الدفاعية، بينما شكل روديغير بجسارته وصلابته عنصر أمان في المباريات الكبرى، وأسهم الثنائية معا في تحقيق ألقاب مهمة، منها دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني. ومع ذلك ترى الإدارة أن اللحظة قد حانت لفتح صفحة جديدة، خاصة مع تزايد الإصابات وتراجع المعدل البدني مع التقدم في العمر. القرار بعدم التجديد ترافقه خطط واضحة لتعزيز الدفاع، حيث يضع ريال مدريد أعينه على عدة أسماء شابة وبارزة في سوق الانتقالات، إلى جانب الاعتماد على المواهب الصاعدة مثل دين هويسن وأسينسيو. ومن المنتظر أن يشكل هؤلاء اللاعبون القاعدة الأساسية لخط دفاع المستقبل في البرنابيو. ريال مدريد يحسم مستقبل إبراهيم دياز. شهد مستقبل إبراهيم دياز الكثير من الجدل هذا الصيف، خاصة مع بروز أردا جولر كلاعب أساسي محتمل، ووصول الأرجنتيني الشاب فرانكو ماستانتونو، ما زاد من حدة المنافسة على دقائق اللعب داخل تشكيلة ريال مدريد. ريال مدريد يحسم مستقبل إبراهيم دياز عدة أندية أبدت اهتمامها بضم الدولي المغربي، أبرزها بنافيكا البرتغالي الذي حاول أكثر من مرة الاستفسار عن وضعية اللاعب، مستغلا مفاوضاته مع النادي الملكي بشأن ألفارو كاريراس. إلا أن رد ريال مدريد كان واضحا وحاسما: لا نية للتخلي عن إبراهيم، وهو الموقف الذي تم إبلاغه لجميع الأندية الراغبة في التعاقد معه. هذا القرار جاء بتوافق بين النادي واللاعب، حيث أكد إبراهيم دياز أنه لا يرغب في الرحيل، وأن هدفه هو الاستمرار في صفوف الفريق الملكي، وبالتالي تم إغلاق ملف رحيله بشكل نهائي. رغم أن اسمه كان مطروحا بين المرشحين لمغادرة الفريق منذ بداية الصيف، خاصة بعد تراجع مشاركاته مع كارلو أنشيلوتي، إلا أن المدرب الجديد تشابي ألونسو أبلغه بأنه يدخل في خططه للموسم الجديد، مؤكدا أنه سيحصل على فرصته مع طول الموسم وتعدد البطولات. إضافة إلى ذلك، يعمل النادي على تجديد عقد إبراهيم في الفترة المقبلة، في ظل شعور اللاعب بالراحة داخل مدريد، وقناعته بأن الالتزام والاجتهاد في التدريبات سيفتحان له أبواب المشاركة بشكل أكبر. أول تعليق من تياغو بيتراتش بعد تجديد عقده مع ريال مدريد. تحدث تياغو بيتراتش نجم نادي ريال مدريد الشاب عن تجديد عقده مع الفريق الملكي، والذي تم في وقت سابق من يوم السبت ولفترة طويلة الأجل. ريال مدريد أعلن بشكل رسمي يوم السبت عن تجديد عقد بيتراتش، وذلك مكافأة لمستوى اللاعب المتميز مع الفريق الملكي في كافة الفئات السنية. وأكد بيتراتش عبر حسابه الرسمي في إنستغرام على سعادته الكبيرة وفخره بتجديد عقده مع ريال مدريد، موضحا أنه سوف يبذل قصارى جهده مع الفريق الملكي خلال الفترة المقبلة. وقال بيتراتش: سعيد جدا بتمديد عقدي مع أفضل فريق في العالم، إنه فخر كبير أن أستمر في الانتماء والدفاع عن هذا النادي. وأتم بيتراتش في حديثه: شكرا لعائلتي، خاصة لوالدي، لكونهما دائما بجانبي، ولأصدقائي الذين لم يكن الأمر ليكون نفسه بدونهم، ولممثلي لمساعدتي في هذه الخطوة. الآن حان وقت مواصلة العمل أكثر من أي وقت مضى،
وبذل قصارى جهدي كل يوم من أجل هذا الشعار الذي لا يستحق أقل من ذلك. بيتراتش وبفضل مستواه المميز مع شباب ريال مدريد تم تصعيده للعب مع الفريق الأول تحت قيادة المدرب تشابي ألونسو في مباراة الفريق الملكي الوديتين أمام ليغانيس ثم أمام تيرول. وسافر بيتراتش مع الفريق الأول لريال مدريد في النمسا لخوض معسكر إعدادي قصير استعدادا للموسم الجديد، حيث لعب كبديل في فوز الميرنجي على تيرول برباعية نظيفة. وأفادت صحيفة الشانغريتو أن ألونسو ينوي أن يعول على بيتراتش خلال مواجهة ريال مدريد أمام أوساسونا، والتي ستكون يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الدوري الإسباني للدرجة الأولى. ريال مدريد يخطف صفقة القرن ويقرر التعاقد مع لاعب الأحلام. تواصل إدارة ريال مدريد بقيادة الرئيس فلورنتينو بيريز العمل على تدعيم صفوف الفريق بعناصر شابة وواعدة، وهذه المرة تتجه الأنظار نحو الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يبرز اسم النجم الصاعد آدم وارتون لاعب الوصل كريستال بالاس ومنتخب إنجلترا صاحب 21 عاماً. وارتون الذي خطف الأضواء بأدائه المتوازن بين القوة الدفاعية والرؤية الهجومية بات حديث الصحافة الأوروبية في الأشهر الماضية بعد أن أثبت قدرته على فرض شخصيته في وسط الملعب رغم صغر سنه. يتميز اللاعب بقدراته الكبيرة في الاستحواذ، توزيع اللعب والالتحامات القوية، إلى جانب هدوئه اللافت تحت الضغط، ما يجعله من بين أبرز المواهب الإنجليزية الصاعدة. ريال مدريد يرى في وارتون قطعة مهمة لبناء مستقبل واعد في خط الوسط، إلى جانب نجوم الفريق الشباب مثل تشواميني، فالفيردي، كولر وجودو بيلينغهام، ليواصل النادي الملكي فلسفة الجمع بين الخبرة والحاضر القوي وبين مستقبل أكثر إشراقاً. جماهير الميرينجي قد تكون على موعد مع رؤية لاعب يتمتع بمواصفات فريدة، حيث يجمع آدم وارتون بين الصلابة الإنجليزية في الالتحامات والرؤية الفنية المميزة في بناء الهجمات، وهو ما يجعله مشروع نجم متكامل قادر على التطور السريع في بيئة بحجم ريال مدريد. اللاعب الشاب أثبت خلال الفترة الماضية أنه يمتلك شخصية قوية داخل الملعب وقدرة على التحكم بإيقاع المباراة، الأمر الذي جعله محط أنظار كبار أوروبا. ومع ذلك يظل انتقاله المحتمل إلى ريال مدريد هو الخطوة التي قد تنقله من خانة الموهبة الصاعدة إلى مرتبة النجوم الكبار في كرة القدم العالمية.